ما شاء الله يا اخوان، الملعب كله احمر. السؤال اللي يطرح نفسه، كم عدد المصارية في الكوكب؟ ما شاء الله مره كثير. اذا ما شاء الله المباريات في جده بيعبوها، في امريكا بيعبوها، في استراليا بيعبوها. هذا مش جمهور الاهلي بشكل عام، الجمهور كبير. المصريين مره كثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب انصر اخواننا في غزة واشف مرضاهم يا رب العالمين، وانصرهم على اعدائنا اللهم امين يا رب العالمين، واحفظ مصر من كل سوء واجعلها امنا امانا اللهم امين يا رب العالمين. وتسألني ما الحب أقول لك مدرج فخم كهذا، وتسألني ما العشق أقول لك قطعة قماش كهذه ممتدة لتعانق السماء، كل شيء يدور ويتبدل إلا مدرج الأهلي ثابت مستمر يتنامى ويكبر ويتضاعف. هم ظاهرة صنعها الحب، بل قل العشق، بل قل الولاء، بل قل الوفاء، بل قل الانتماء. وسام ابو علي جاي له عرضين، واحد يترفض والتاني يقول له امسك فيه انا عاوزك. العرض الاولاني جاي من الدوري القطري، جاي من النادي الريان القطري. نادي الريان القطري بيقدم للنادي الاهلي 10 مليون دولار، 8 هياخدهم في ايده و2 امتيازات، وهذا الامر قوبل بالرفض من النادي الاهلي. النادي الاهلي عاوز ياخد ال10 مليون دولار كبشه واحده، مش عاوز امتيازات، واي امتيازات بعد كده تيجي بعد ال10 مليون دولار. هي الامتيازات يا عم التهامي؟ هقول لك انا، بس حط لي اللايك بتاعك يا صاحبي، ما تنسانيش، ولو مش مشترك في القناه اشترك عشان يوصلك كل جديد. الامتيازات يا صاحبي يا صديقي الاهلاوي، وهي حقوق بيع وسام ابو علي فيما بعد، يعني وليكن حق بيع وسام ابو علي 25% للنادي الاهلي، هي ما تقارن مثلا بقيمه المبلغ كله 2 مليون دولار، مليون ونص، 200 ونص، على حسب ما هيباع من بعد الوصل القطري. الاهلي رفض وادى الاذن للريان القطري انه يتفاوض مع وسام ابو علي على راتبه. فعشان كده الاهلي جاب محمد شريف يبقى بديل وسام ابو علي، ويبقى عندنا محمد شريف وجراديشار. هل هم دول هيقدروا يشيلوا هجوم النادي الاهلي؟ اقول لك لا. بس قبل ما نخش على الصفقه اللي الاهلي شغال عليها، نيجي للعرض الثاني بتاع وسام. العرض الثاني بتاع وسام جاي من الوصل الاماراتي. الوصل الاماراتي، ولكن عرض قوبل بالرفض من قبل اي نقاش فيه. ليه؟ العرض قليل. هنا الاماراتيين هنا شايفين ان الكوره حاجه تسليه، حاجه ترفيه، كماليات يعني انا مش هصرف عليها فلوس، لان انا شعب الامارات هنا مش يعني ايه، مش زي مصر. حبه الاول والاخير هي الكوره. الاهتمام الاول والاخير هنا في الامارات هو ازاي يطوروا سياستهم مع الدول اللي جنبهم، ازاي يطوروا السياحه ويجذبوا السياحه لبلدهم، ازاي يعلوا الاقتصاد بتاع بلدهم. دي الاهتمامات الاولى للامارات، وده حقهم وده صح. لكن بالنسبه للكوره ما تلاقيش في عروض قويه جايه من الامارات قد ما جايه من قطر او جايه من السعوديه. لان من ضمن الاهتمامات برضو بتاع الامارات هنا ناطحات السحاب، الشكل المعماري بتاع كل مبنى خارجي، شغل السياحه يعني. اما الصفقه الجايه اللي هي بديله وسام ابو علي، اللي هي عمرها ما تبقى بنفس كواليتي وسام ابو علي، ولكن هي الافضل من اللي موجود، سواء جراديشار او محمد شريف، هو مصطفى محمد. مصطفى محمد اللي قيمته التسويقيه كانت بتوصل ل 5 مليون دولار، هي نزلت بالفعل ل 3 مليون دولار، اللي شجعت النادي الاهلي انه يقدم عرض نانت الفرنسي، اللي بعد ما نانت الفرنسي عرض مصطفى محمد للبيع بسبب ان هو رفض يلبس شارة العجل، شارة المثليين. الاوضاع دلوقتي ما بين مصطفى محمد والنادي بتاعه
بقت شبه صفر، مفيش اي ترابط، ده عاوز يخلص من ده وده عاوز يخلص من ده. الاهلي دخل في الموضوع. المشكله او العائق الكبير اللي متوقف قدام النادي الاهلي دلوقتي هو راتب مصطفى محمد اللي ممكن يوصل ل 2 مليون دولار، ممكن يعمل ازعاج في غرفه الملابس بتاع النادي الاهلي. لاعب مصري جاي بالرقم زي ده ما حصلش. اللي هو كان الاهلي كان متخوف ان يديه لاسامه ابو علي، بس هيبقى مجبر قدامه مصطفى محمد. الامر الذي ينقسم فيه جمهور النادي الاهلي، بينقسم على محمد شريف. نص جمهور النادي الاهلي يقول لك محمد شريف ما عملش حاجه بعد ما مشي من النادي الاهلي، مستواه كان صفر، جاي انتقال حر لان النادي بتاعه مش محتاجه، مش ما بيقدمش حاجه. وناس تانية يقول لك لا محمد شريف عالمي، محمد شريف تاريخ، محمد شريف مش عارف عمل مع النادي الاهلي. احنا ما بنجيبش لاعب على التاريخ، احنا بنجيب لاعب على مستواه في الوقت الحالي. حتى برضه ظهر انقسام من جماهير النادي الاهلي على مصطفى محمد، يقول لك مصطفى محمد بيجي مع المنتخب ما بيعملش حاجه، مصطفى محمد مع نانت الفرنسي ما عملش حاجه، هيجي هنا نتبلى بيه بمرتب عالي مش هيعمل حاجه مع النادي الاهلي، وهكذا وهكذا. في انقسام يقول لك لا مصطفى محمد كواليتي بتاعه احسن من 10 من شريف، كواليتي بتاعه يعني ما يقارب من جراديشار. في انقسام كبير في جماهير النادي الاهلي. نيجي بقى للزمالك وجون ادوار. نصيحة مني ما تحطش قدامك واحد زي كابتن طارق يحيى ولا جمال عبد الحميد اللي طالعين عمالين يحاربوك، ولازم ابناء النادي هم اللي موجودين، ولازما جايبين حد غريب من بره. انا عاوز اقول لك كلمة، ابناء النادي بقالهم 20 سنة ولا 25 سنة ماسكين النادي. ما هي التطورات اللي اتعملت؟ مفيش اي تطورات. كل واحد من ابناء النادي عاوز ينهش من النادي على قد ما يقدر ويعبي في جيبه. قول لي انت الكابتن طارق يحيى عمل ايه لما كان لاعب؟ قدم ايه نادي الزمالك لما كان مدرب؟ قدم ايه لنادي الزمالك لما مسك مناصب اداريه او فنيه مع نادي الزمالك؟ قدم ايه؟ ما قدمش اي حاجه، لا مدرب ولا لاعب ولا اداري ولا فني ولا اي حاجه خالص، ولا هو ولا الكابتن جمال عبد الحميد طالعين يهللوا ابناء النادي فين. وبرضه عملوها مع كابتن ايمن الرمادي. كابتن ايمن الرمادي قعدهم كلهم على الارض وخد بطوله كاس مصر اللي ما خدش لسه مستحقاته لحد دلوقتي من نادي الزمالك، سواء كان له مليون جنيه على مدار الشهر او مكافئته من كاس مصر اللي هو حصل عليها. وجون ادوار بيغربل نادي الزمالك من لعيبه، من موظفين، من رجال امن، من غرف ملابس، من عمال غرف ملابس، من كله. عاوز يشيل الجذور الميته في قلب الارض دي ويحيي الجذور تاني بكوادر جديده محترفه، مش من ابناء النادي. جايب ناس من بره يجددوا دماء نادي الزمالك. جون ادوار اللي واخد صلاحيات مدير او رئيس مجلس اداره النادي الزمالك يعمل فيه زي ما هو عاوز. ليه؟ لان هو اللي هيحاسب على الفاتوره في الاخر، فمن حقه انه يشيل اللي هو عاوزه ويجيب اللي هو عاوزه ويشتغل معاه عشان يرجع نادي الزمالك ينافس على كافه البطولات، وهو ده الصح. جون ادوار عمل ايه بقى يا باشا؟ عمال غرف الملابس، يلا يا باشا اتكل على الله. الجهاز الطبي لنادي الزمالك، يلا يا باشا اتكل على الله، هنجيب جهاز تاني. الجهاز الاداري برضو كذلك الامر اللي هو من ابناء نادي الزمالك، يلا يا باشا اتكل على الله. افراد الامن اللي بيامنوا اللعيبه في التدريبات وجوه النادي، يلا يا باشا اتكل على الله. تقول لي افراد الامن كمان، اقول لك يلا، ده حاجه حلوه اللي بيعملوا ده جون ادوار، حاجه حلوه. تمام. طلب الكابتن عبد الناصر محمد اللي هو كان شغال مدير كوره في نادي انبي، طلبه يبقى مدير كوره معاه هنا في نادي الزمالك، ودي حاجه كويسه جدا، ودي اول خطوات النجاح. وبسبب هذه الخطوات الكابتن عمرو الجنايني او الاستاذ عمرو الجنايني بيقدم استقالته من ايه؟ من لجنه التخطيط. وكابتن حازم امام اللي ما كانش راضي برضه على كابتن ايمن الرمادي وما كانش موافقه وما حضرش اخر محاضره له قبل كاس مصر، برضه مش موافق ان جون ادوار يبقى موجود، وبرضه اعتزل وقدم استقالته ومشي. حصلوا مين؟ ميدو الفاشل. جمهور نادي الزمالك متفائل بجون ادوار وبيدعم قوي جون ادوار وفي ظهره وبيقول له دوس على اللي انت مش عاجبك واحنا في ظهرك وهنقويك. النادي الاهلي دلوقتي مصر عاوز يدعم خط نص الملعب. تقول لي خط نص الملعب ده فيه ترسانه يا جدع، هيدعم ايه يا جدع؟ اقول لك لا، هيدعم خط نص الملعب
بمثابة مهاجم تاني. لاعب بيلعب في مركز 8. لاعب بيلعب في مركز 8 بيلعب كم مباراة؟ بيلعب 24 مباراة وبيساهم ب7 أهداف. لاعب زي ده هيفكرك بكوالدي وسام أبو علي، ومحترف أرجنتيني، وهيسجل هنا في مصر لاعب مصري. ازاي؟ لأنه أرجنتيني فلسطيني من أصل فلسطيني، لاعب دولي. لاعب اسمه ستين منصور. ستين منصور ده بيلعب في نادي اسمه إرواني الباراجواني. لاعب ممتاز، لاعب بيستلم الكرة بتاعته كده ببساطة وحاجة كده ايه في اللذاذ. لاعب بيعرف يسلم ويستلم، لاعب بيعرف يتدخل ويقطع الكرات ويتدخل 1 على 1. لاعب الكرة بتطلع منه تدرس. لاعب فلسطيني، وده النادي الأهلي بيسعى علشان يحصل على خدماته بعد مين؟ بعد أسامة فيصل. لما رئيس نادي البنك الأهلي رفض بيع أسامة فيصل، وعمرو ناصر اللي عليه مزاد من بيراميدز والزمالك والأهلي والدوري التركي، جاي له عرض من الدوري التركي كمان. الأهلي خلع ايده برضه من الصفقة دي لأن هيعلى فيها فلوس جامد. عندك أشرف داري دلوقتي على وشك رحيله من النادي الأهلي. النادي الأهلي بيفكر إنه يعرض أشرف داري للبيع، ولو جاب 2 مليون دولار أو 2.5 مليون دولار هيبيعه. أشرف داري كثير الإصابات، ما قدمش حاجة مع النادي الأهلي مؤخرا غير بعض المباريات بمستوى مميز، والأكثر المباريات مستوى تحت المقبول. النادي المصري أعلن بتعاقده مع مين؟ مع عمر الساعي ورضا سليم. الأهلي هيشيل نص راتبه وهيطلع إعارة سنة لسيراميكا كليوباترا، وكذلك أحمد عبد القادر بيطلع إعارة سنة لسيراميكا كليوباترا. ولو وصلتوا معايا لحد هنا اذكروا الله وصلوا على النبي، وفضلا وليس أمرا اللايك بتاعك جميل، ولو مش مشترك في القناة اشترك عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.